حين يهدي الصبح إشراق سنا. يا صباح الفل، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. انا فاتن، اول مره تشوفيني اشتركي وفعلي الجرس ولفي لفه في القناه ان شاء الله تستفيدي منها. النهارده هنعمل بقى بنص فرخه كده كانت عندي في التلاجة، بما ان ويك اند يعني قلت بقى ادلع ولادي كده واعمل لهم الفراخ الكنتاكي على اصولها يا بنات. احلى طريقه للفراخ الكنتاكي وتطلع معاكي مستويه جدا والنتيجه مضمونه جدا، ولادك مش هيفرقوها عن بره. بما ان احنا عاملين مقاطعه بقى فنعمل كل حاجه في البيت ومش هنحرم ولادنا من اي حاجه. انا عندي هنا نص فرخه دي مقطعاها صغير. هي الفرخه انا بجيبها كيلو و2 جرام و200 جرام، سوري، و200 جرام، ما بكترش عن كده. اقصى حاجه خالص لو ما لقيتش بالكيلو 200 جرام بجيب الفرخه كيلو ونص. عشان تستوي لازم ان الفرخه تكون صغيره. تمام يا بنات. طبعا حطيتها في محلول النقع، اللي هو معلقتين سكر ومعلقتين ملح ونص ليمونه، وسبتهم شويه كده من ساعه نص ساعه حسب الوقت بتاعك. وبعدين جبتهم بقى وشطفتهم شطفتين 3. عايزه اقولك ريحتها زي الفل. احلى محلول نقع بيشيل الزفاره وما بيخليش ريحه في اي طيور بقى، اي طيور حتى لو البط والوز ما بيخليش ليها اي ريحه خالص. غسلتها كويس قوي زي ما انتم شايفين كده. وطبعا هي متقطعه صغير، انا بخلي الراجل يقطعها لي 8، فبشيل نص في كيس والنص الفرخه التانية في كيس. يعني انا بعمل نص فرخه كل ايه اكله. ليه؟ لان طبعا الفراخ غاليه، فانا لازم اظبط نفسي يعني عشان الواحد يقدر يعمل كذا وجبه في الشهر. فمش لازم بقى نعمل فرخه كامله ونقعد طول الشهر ايه ما بناكلش فراخ. لا، انا بحب انظم نفسي في النص فرخه دي. بالنسبه لنا احنا عشان يعني اسرتنا صغيره ولادي مش بياكلوا كتير فحلوه قوي. جبت بقى الفرخه بتاعتي او النص فرخه بتاعتي. طبعا النص فرخه ده ب75 جنيه، وممكن تلاقيه كمان اقل. يعني الفراخ نزلت دلوقتي، يعني لو انت عايزه تشتري الفراخ نزلت يا بنات 15 جنيه. تمام. يعني ممكن تكون كمان الفرخه ممكن تعمل اقل من 150. فقولي مثلا يعني بالكتير قوي 75 جنيه او 70 جنيه نص الفرخه ده، وهتعملي احلى فراخ في البيت. المهم بعد ما غسلتها طبعا جبت السكينه وعملت فيها فتايح كده عشان عايزين التتبيله اللي احنا نعملها دي الفراخ تشربها. ودي متركه مهمه جدا جدا للفراخ يا بنات، ان انت تعملي فيها فتحات زي ما انت شايفاها كده. تمام. فتحتها بقى بالسكينة زي ما انتم شايفين. وتعالوا بقى نعمل التتبيلة بتاعتها اللي هتخليها بقى زي بتاعت بره بالظبط في حتة تانية خالص. بصوا بقى التتبيلة دي لو انت عندك وقت، يعني لو عندك وقت اعمليها من بالليل لتاني يوم. كل ما بتقعد في الفراخ بتقعد في التتبيلة ان انا اعملها دي تحفة، بتديها نتيجة حلوة جدا وكمان اقتصادية مش مكلفة خالص. كوباية مية عادية، مكعب مرقة، 7 بهارات وشوية من الفلفل الاسود، وكمان دي بهارات فراخ وشوية كزبرة، ولو عندك بصل بودرة وتوم بودرة حطي. وهنا عندي شوية من الكبيب الصيني بتديها ريحة حلوة قوي للفراخ بتاعتك. هحط كل ده كده مع بعضه. وطبعا ما تنسيش الملح. دي ميه عاديه يا بنات من الحنفيه، مش سخنه ولا ساقعه ولا اي حاجه، ميه عاديه جدا. هقلب بقى كل ده كده، هدوب كله واتاكد ان مرقه الدجاج اتدابت كويس قوي. طب انا يا فاتن مش بحب المرقه، انا مش بستخدمها دايما على فكره، انا كل فين وفين، ممكن تلاقيني كل شهرين مره. فهي الوصفه دي لازم مرقه الدجاج. ممكن تجيبي مرقه الدجاج الفوريه، مش حابه زودي شويه من البهارات الفراخ عادي هتديكي نتيجه حلوه برضو. لو مش حابه المرقه استغني عنها، مفيش مشكله خالص. المهم يا بنات بقى بعد ما قلبت كويس جدا هحط بقى الفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. اهم حاجه الميه تكون متغطيه الفراخ. ليه؟ انا عايزه الفراخ تشرب التتبيله دي وتشرب البهارات دي. عايزه اقول لكم الفراخ من جوه طعمها بيبقى حلو جدا جدا، مليان بهار كده، بيبقى طعمه حلو. طبعا مش كتر البهارات حلوه، بس يعني المعتدل كويس. زي ما قلت لك بقى سيبيها من لو انت ما عندكيش وقت، هو اقصى يعني اقل حاجه ساعتين. لكن لو انت عندك وقت اعمليها من بالليل لتاني يوم على طول. عايزه اقول لك بقى تاخدي نتيجه تحفه تحفه تحفه.
هغطيها بقى كده واسيبها كده ساعتين في التلاجة. اهم حاجة تكون محطوطة في التلاجة. غطيها بقى ريستريتش بقى او غطا او اي حاجة بقى عندك. وتعالوا بقى نعمل رز الريزو التحفة. هعمل لكم رز يا بنات والله العظيم زي بتاع المحلات المطعمية اللي احنا عاملين عليه مقاطعة. وعايزة اقول لك رهيب. عندي هنا معلقتين من الزيت، مكعب زبدة محترم، وعندي هنا بصلاية صغيرة مع فصين توم. دي بقى عايزه اقول لك احلى طريقه للرز الريزو واسهل طريقه كمان. قلبت البصلايه كويس قوي قوي، وعندي هنا معلقه صغيره من السكر عشان دي اللي هتدي الكرمره للبصله بتاعتي وهتودي الرز بتاعي في حته تانية خالص. طيب انا ما عنديش، مش عايزه احط سكر، تقدري تحطي عسل اسود بيديها نتيجه حلوه قوي. طيب ده ايه يا فاتن؟ ده صوص الباربيكيو بديها كده معلقه صغيره كده مع تشويحه البصل، وشم الريحه بقى يا خرابي تحفه يا بنات بجد تحفه. صوص الباربيكيو ده هو اللي بيوديها بقى اكنك جايباها من المطعم، بيدي الرز كده تدخينه حلوه وطعم حلو قوي. حطيت الميه بتاعتي تكون مغليه طبعا. انا هعمل كوبايتين رز فحطيت كوبايتين ميه. وتعالوا بقى نحط البهارات بتاعتنا او التوابل بتاعتنا. طبعا بهارات فراخ ودي اساسي. ما عندكيش بهارات فراخ حطي 7 بهارات سنة بسيطة، وسنة فلفل اسود وملح بس مش اكتر من كده. قلبي بقى كويس جدا. المية غليت بقى اهي زي ما انتم شايفين. طبعا مرقة الدجاج دي اللي هتخليها زي بتاعت بره بالظبط يا بنات. زي ما قلت لكم انا ما بستخدمش مرقة كتير عشان اللي بيخاف يعني يعني كل شهرين مرة مش حابة استغني عنها. احط كده بقى ورقتين من الغار وسنة كده من قرفة الخشب بتديها ريحة حلوة قوي قوي يا بنات. وهنزل بقى بكوبايتين الرز المغسولين بتوعي. طبعا غسلهم كويس جدا الرز تحت المية الجارية لحد ما المية بتاعته تبقى زي الفل كده وبيضة ورايقة خالص. وطبعا ظبطي بقى الملح بتاعك حسب الرغبة وقلبي بقى كده كويس وغطي عليه ويسوي الرز اكنك بتسوي رز عادي جدا. هنا بقى تعالوا نعمل الكفر اللي احنا هنعمل بيه الفراخ بتاعنا، وده بقى اقتصادي جدا. نفس البهارات اللي انا حطيتها على التتبيله هحطها هنا. فلفل اسود، بهارات فراخ، ملح، سنه 7 بهارات وكزبره ناشفه، بودره بصل، بودره ثوم، بابريكا، وقلبي كويس جدا جدا. وهنا بقى الفراخ بتاعتي بعد ما قعدت ساعتين في التتبيله زي ما قلت لك ممكن تقعديها كمان اكتر من كده. انا نسيت احط الملح فهحطه دلوقتي مفيش مشكله خالص. قلبي بقى الملح، اهم حاجه تظبطي الملح بتاعك. طبعا قلبيها كويس جدا من فوق لتحت كده عشان كمان لو في بهارات يعني بتبقى نازله لتحت كده تدخل جوه الفراخ. اه دي الدقيق بتاعنا. ممكن تحطي كمان معلقتين نشا بس انا ما كانش عندي نشا حطيت دقيق. قلبي بقى كويس جدا كده. هتجيبي من الخلطة اللي احنا عملناها او التتبيلة وتحطي في الدقيق كده تعدي 10 لفات بايدك كده، وبعدين تقومي حطاها في المية الساقعة جدا جدا. لو عندك تلج حطي فيها تلج. ليه؟ لان هي دي المية الساقعة دي هي اللي هتخلي الفراخ بتاعتك الكفر بتاعها ما يقعش. بعد ما تطلع من المية الساقعة حطها كمان في الدقيق بتاعي. قلبي نفضيها بقى كويس كده عشان تديكي الشكل اللي احنا بنجيبه من بره ده التكاعيد. بيبقى شكلها كده كرانشي قوي. هاخد بقى واحده كمان كده، وزي ما قلت لكم الميه تكون ساقعه جدا يا بنات او فيها تلج. يستحسن فيها تلج بس انا طبعا ما عنديش تلج لان احنا الجو ابتدى يبرد فما بقتش احط تلج. هحط 10 لفات كده في الدقيق وهقوم منفضاها ونازله بالميه الساقعه جدا جدا او التلج، وهقوم لفه كمان 10 مرات كده في الدقيق اهو. اهم حاجه خلي فيها كويس جدا بالدقيق. الميه الساقعه فكرتها ايه يا فاتن؟ بتمسك في الكفر بتاع الفراخ ما بيقعش منك خالص وما بيفكش. الناس اللي عندها مشكله وبتقولي يا فاتن بيقع مني الكفر بتاع الفراخ، لا مش هيقع منك خالص. ومش محتاجه كمان ان انت تقعديها في التلاجة ولا حاجه ترتاح، لا انزلي على طول بالزيت السخن بتاعك. وطبعا يفضل يكون الزيت كميته كتيره. كل ما الزيت يكون كميته كتيره كل ما يكون احسن. هعلي جدا على الزيت يسخن كويس قوي. هقوم موطيه بقى خالص عشان الفراخ بتاعتي تستوي. ما تقلقيش الفراخ هتستوي وهتطلع تحفه جدا جدا. انا بوطي بقى خالص زي الشمعه زي ما بيقولوا، وكمان بغطيها بالغطا وهتطلع معاكي كريسبي ما تقلقيش. فكره الغطا بس ان هي بتكتم البخار وتخلي الفراخ تستوي. انا هوريكي كمان الفراخ مستويه قد ايه. هقلب بقى كده
شايفين واخده اللون الذهبي التحفه ده، تحفه. طبعا هطلعها على مصفى، ما تطلعهاش على كلينكس ولا على طبق عادي، مصفى عشان تنزل الزيوت بتاعتها وتحتفظ يعني تبقى مقرمشه كده، واخده اللون اللي هو اللي احنا بنجيبه من بره ده. عايزه اقول لك كريسبي 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 يا بنات، فظيعه فظيعه بجد والله العظيم، تحفه بجد تحفه. خلاص كده اهو، تعالوا بقى الرز بتاعنا خلص، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، ريحته رهيبه يا بنات رهيبه. وتقدري كمان وانتي بتعملي الرز تحطي معلقتين كاتشب، بتديله طعم حلو قوي برضو. حطي معلقتين كاتشب بتفرق كتير برضك لو عندك، مع صوص اللي احنا ما حطينا معلقه من صوص الباربيكيو، بتديله تدخينه وطعم حلو قوي. وبكده الرز بتاعنا اللهم بارك، عايزه اقول لكم ريحته تحفه تحفه زي بتاع بره بالظبط. اتحداكي ان انتي تفرقيه عن بتاع بره، ولادك هيحبوا الطريقه دي جدا، ودايما بقى هيدوشوكي يا ماما اعملهن لاني زي بتاع بره بالظبط، حلو قوي وطعمه حكايه. هنحط بقى شويه من الصوص، عايزه كاتشب براحتكم خالص، انتوا بتفضلوا تاكلوا جنبها ايه. ممكن برضو تعملي لهم سلطه الكول سلو، بس انا بصراحه ما كانتش الحاجه متاحه عندي، انا ما نزلتش، انا عملت الحاجات الموجوده عندي في البيت. هنا طبعا الفراخ عايزه اقول لكم واوريكم كده الصوت بتاعها فظيع، يعني عايزه اقول لكم كريسبي قوي ومقرمشه كده وطريه ومستويه من جوه، فظيعه طلعت تحفه اللهم بارك. ولادي فرحوا بيها جدا واتبسطنا. شايفين بقى انا بوريكم العضميه فتحت ازاي، دي العضميه كده فتحت، يعني الفرخه استوت زي ما كنا بنسلق فرخه يعني عاديه خالص، بنلاقي الورك بتاعها اتفتح كده، يعني كده استوت. ايه فكره بقى المصفى يا فاتن؟ ان هي نزلت كل الزيوت الزياده، الكلينكس بيخلي الفراخ تشرب الزيت، لكن المصفى بتنزل الزيوت الزياده. تحفه يا بنات، شايفين لونها رهيب ازاي، اللهم بارك تحفه. كمان عندي الاضاءه في المطبخ ظلمها بجد، شكلها كان احلى وطعمها حلو جدا جدا، كريسبي من بره جدا جدا. وعايزه اقول لكم بقى طريه وجوسي وشاربه كده التتبيله وطعمها حلو قوي قوي. الحمد لله كل اللي بيدوق الفراخ مني بالطريقه دي بتعجبهم جدا. هحط بقى كده شويه من صوص الباربيكيو كده على الرز، يا خرابي بيودي في حته تانية خالص. جربي تعملي طريقتي، ونص كيلو فرخه، بنص فرخه قصدي، سوري، نص فرخه، وقولي مثلا اقل من 100 جنيه عملتلك الاكله الجميله دي. يا رب النهارده يا بنات تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعي، وما تنسوش بقى لايك حلو وكومنت حلو كمان عشان انزل لكم وصفات تانية حلوة. وان شاء الله تجربوا الوصفات دي وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، بحبكم قد الدنيا كلها، هتوحشوني جدا جدا. لايك وشير وسبسكرايب لفاتن، مع الف سلامة.